اسم بيتدلع المفروض ان الدلع يكون من نفس حروف الاسم، يعني زي احمد حماده، كريم كيمو كده يعني. انما انا كان نفسي افهم مصطفى يبقى درش ليه؟ ده مفيش حرف هنا موجود هنا، ايه اللي جابهم الاتنين لبعض؟ بيقول لك ان كان في سلطان عثماني اسمه مصطفى الاول، ده اتولى حكم الدوله العثمانيه مرتين، وفي المرتين ما طولش كتير. المؤرخين بيقولوا لان هو ما كانش ليه في امور السلطنه خالص، وانضم لفئه الدراويش، والدراويش دول هم جماعه على باب الله زاهدين في الدنيا ومش عايزين منها اي حاجه خالص، فالمؤرخين سموه مصطفى الدرويش. بعد فتره اتحرفت من درويش لدرش. طب سيد بنقولها بالعربي ليه؟ الحكايه دي بدات في بورسعيد وقت حفر قناه السويس. كان وقتها الاجانب هم اللي فارضين سيطرتهم على البلد، وكانوا لامين بعض كده كلهم وقاعدين في منطقه اسمها حي لافرنج، وسكان البلد الاصليين اللي هم المصريين وبعض الجاليات العربيه كانوا قاعدين في حي العرب، وكان ممنوع ان اي حد عربي يدخل حي لافرنج الا بموافقه من الاجانب شخصيا. وبدات تظهر اعمال المقاومه في بورسعيد من العرب ضد الاجانب، وكان من ضمن اشكال المقاومه دي ان اي مولود عند العرب كانوا بيسموه سيد العربي، في اشاره يعني ان هم اسياد الارض الحقيقيين. طب حسن يبقى ابو علي ليه؟ ده خطا شائع، هو المفروض حسن ابوه علي، ده نسبه لسيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، ابو الحسن والحسين رضي الله عنهما. طب اسماعيل ابو السباع ليه؟ ده نسبه للخديوي اسماعيل اللي عمل كوبري قصر النيل، ما انت شايف الاسود اللي عليه ولا ايه؟ وابراهيم ابو خليل ده نسبه لسيدنا ابراهيم عليه السلام لانه خليل الله. طب فاطمه تبقى بطه ليه؟ لا دي حاجه عجز العلماء عن تفسيرها لحد دلوقتي.